السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله عن خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الفاروق عمر ابن الخطاب ولد بمكة بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 13 سنة. نسبه هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي، وأسلم سيدنا عمر في السنة الخامسة من البعثة بعد أن كان من أشد الناس عداوة للإسلام. طب من الذي لقبه بالفاروق؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقبه بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل. سيدنا عمر بن الخطاب ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وأعلن إسلامه بعد أن سمع القرآن، ودار بينهما حوار. قال سيدنا عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: ألسنا على حق؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلى. فرد عليه سيدنا عمر: إذن لماذا نخشى قريشا والذي بعثك بالحق لتخرجن؟ فخرج المسلمين في صفين، سيدنا عمر في صف وسيدنا حمزة ابن عبد المطلب في الصف الآخر، حتى وصلوا إلى البيت الحرام، فلم تستطع قريش أن تصيبهم بالأذى كما كانت تفعل من قبل. حياته بعد الإسلام اتصف سيدنا عمر بالزهد والعدل والرحمة والتواضع بين الناس ورجاحة العقل، حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جعل الحق على لسانه وفي قلبه. ظل بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى يثرب. أعلن أمام قريش أنه مهاجر إلى يثرب، فلم يستطع أحدا منعه، بينما هاجر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متخفيين أثناء خروجهم حتى لا يراهم أحدا من كفار قريش. شارك سيدنا عمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته، وجاهد بنفسه وماله في سبيل نشر الإسلام، وأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لإيمانه وعلمه وذكائه وقوته في الحق وقربه إليه، وكان أحد مستشاريه. وظل بجوار سيدنا أبي بكر الصديق بعد توليه الخلافة، كان بيسانده بنفسه وماله ورأيه حتى تثبت أركان الدولة الإسلامية التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ننساش دور سيدنا عمر ابن الخطاب لما كان أشار على سيدنا أبي بكر بجمع القرآن الكريم. طب كيف تولى الخلافة؟ عندما مرض سيدنا أبو بكر الصديق استشار الصحابة في أمر اختيار سيدنا عمر ابن الخطاب خليفة للمسلمين، فوافقوا عليه جميعا. وبعد وفاة سيدنا أبي بكر بايع الناس سيدنا عمر بن الخطاب على السمع والطاعة، ثم صعد المنبر وخطب في المسلمين ومبين الأسس والمبادئ اللي هيقوم عليها الحكم بتاعه، وهي العدل والرحمة والزهد والتواضع. سيدنا عمر بن الخطاب التزم بتطبيق العديد من الأسس والمبادئ في حكمه، كان منها العدل. ومن رحمته رضي الله عنه أنه علم أن هناك طائفة في أقصى المدينة قد أصابها ضرر كبير، فأسرع إليهم حاملا على ظهره الدقيق والزيت، ثم نقلهم بنفسه إليهم حتى يشرف على رعايتهم. ورأى امرأة عجوز تحمل حملا ثقيلا عليها فحمله عنها. كان يذهب إلى امرأة عجوز مقعدة يقضي لها حاجتها ويدبر لها شؤون حياتها دون أن يراه أحد. ومن زهده من تواضع سيدنا عمر بن الخطاب أنه كان يمشي متواضعا بين الناس، وينام في ظل النخيل والأشجار، ويأكل مما يأكل منه فقراء المسلمين، ويلبس مثل لباسهم رضي الله عنه وأرضاه. من أهم أعمال الخليفة عمر بن الخطاب إنشاء الدواوين والتقويم الهجري وإنشاء المدن والفتوحات الإسلامية. إنشاء الدواوين كان سيدنا عمر بن الخطاب أول من أنشأ الدواوين. وكلمة ديوان هي كلمة فارسية تعني السجل أو الدفتر، وبتستخدم للدلالة على إدارات الدولة المختلفة. فأنشأ ديوان بيت المال وديوان العطاء وديوان الجند، وأنشأ نظام الحزب.
التقويم الهجري. اتخذ سيدنا عمر بن الخطاب من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بداية للتقويم أو التاريخ الهجري الذي يؤرخ به المسلمون إلى اليوم. أنشأ المدن، فقد أمر قادة الفتح الإسلامي في البلاد التي فتحوها بإنشاء مدن جديدة، كان السبب عشان تكون مكان يجمع المسلمين ويجمع الجيوش بتاعتهم. وكان أهم المدن دي البصرة والكوفة في العراق والفسطاط بمصر. أما بالنسبة للفتوحات الإسلامية فاستكمل الفتوحات اللي كانت بدأت في عهد الخليفة أبي بكر الصديق. تم في عهده فتوحات بلاد الشام وفتح مصر وفتح العراق وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا وفتح بيت المقدس. فتوحات بلاد الشام حدثت موقعة اليرموك في العام 13 هجري 634 ميلادي. كانت أطرافها المسلمين ضد الروم، كانت بقيادة سيدنا خالد ابن الوليد، وكان من نتيجتها انتصر المسلمين على الروم وغادر قيصر الروم بلاد الشام. بعد موقعة اليرموك قام الخليفة عمر بن الخطاب بتولية قيادة هذه الجيوش إلى سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح. أما فتح بيت المقدس كان في عام 15 هجري، وتم فتحها وتسلمها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكتب لأهلها أمانا على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم كما أمر الإسلام. أما فتح مصر كان عام 21 هجرية 641 ميلادي. انتهز سيدنا عمرو بن العاص فرصة وجود الخليفة عمر بن الخطاب في بلاد الشام، وعرض عليه فكرة فتح مصر قائلا له: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم وتأمينا لفتوحات الشام. في بداية الأمر تردد سيدنا عمر بن الخطاب بسبب انشغال جيوش المسلمين في مطاردة جيوش الفرس والروم، ولكنه وافق بعد ذلك. كان في مصر الروم موجودين في مصر، يبقى الأطراف ما بين المسلمين ضد الروم. كان قائد المسلمين سيدنا عمرو بن العاص. انطلق بجيشه وفتح مدينة العريش واستقبلوا أهلها بالترحاب، ثم ذهب إلى مدينة الفرمة. دارت بينه وبين الروم معركة وانتصر فيها سيدنا عمرو بن العاص وتمكن من السيطرة عليها، ثم اتجه إلى مدينة بلبيس حاصرها واستسلمت بعد ذلك. وظل سيدنا عمرو بن العاص شهرا ينتظر إمدادات من الخليفة عمر بن الخطاب، ونجح في فتح حصن بابليون بعد معارك عنيفة بينه وبين الروم، وذهب إلى مدينة الإسكندرية كانت عاصمة مصر أثناء الحكم الروماني. طب كان من نتائج فتح مصر إن مصر أصبحت ولاية إسلامية، وجلاء القوات الرومانية من الإسكندرية عام 21 هجرية 641 ميلادي. سيدنا عمرو بن العاص أعطى لأهل مصر الأمن وأمن الأقباط على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، لم يكره أحد على الدخول في الإسلام، يتعايش الجميع معا، كل له حقوقه وعليه واجباته. فتح العراق وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا. عندنا معركة القادسية ومعركة نهاوند أو عرفت باسم معركة فتح الفتوح. معركة القادسية كانت في العام 15 هجرية، كان المسلمين ضد الفرس، وكان قائد المسلمين هو سيدنا سعد ابن أبي وقاص، وانتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الفرس، وقتل رستم قائد الفرس ودخل المسلمين مدينة المدائن عاصمة الفرس. أما معركة فتح الفتوح كانت عام 21 هجري، وكان المسلمين برضو ضد الفرس، ولكن هنا بقيادة النعمان ابن مقرن، وانتصر المسلمين وتمت هزيمة الفرس وانتهت دولة الفرس. لهذا السبب سميت بفتح الفتوح، يبقى بسبب انتهاء دولة الفرس. استشهاد الخليفة عمر بن الخطاب عام 23 هجرية. استشهد في نهاية عام 23 هجرية وهو يصلي الفجر، وقتله رجل غير مسلم كان اسمه أبو لؤلؤة المجوسي. واستمرت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب 10 سنوات ونصف، وكان عمره آنذاك 63 عاما رضي الله عنه وأرضاه.